ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ اخبارك؟ راح واحد ثانيه اسيستنت. سالت الناس اللي عندي على جروب الواتساب اللي هم كام واحد، 1000 وشويه. يعني انت كده تخش تحت في الوصف وتدوس على اللينك وتخش الجروب عشان لما ابعت اي حاجه مهمه تشوفها. وكمان في جروبات للادبي لوحدهم، وعلم الرياضه لوحدهم، وعلم علوم لوحدهم، وفي جروب للبنات لوحدهم. يعني انت هتخش، هتشترك، هتعمل لايك. حلو قوي الكلام. المهم، النهارده هنتكلم عن، او سؤال يعني، ليه انت هتجيب 60%؟ ايه يا عبد الرحمن انت بتقوله ده؟ ما علينا. المهم ايه، النهارده الفيديو هيمشي كالاتي: اول حاجه تحليل للنسب، نسب ايه يا عبد الرحمن؟ هتفهم. تاني حاجه هدي بعض النصايح. تالت حاجه هنرد على سؤال الفيديو وهو ليه انت تجيب 60%. افهم بقى القصه معايا. دخلت على جروب الواتساب بتاعي وسالت سؤال: تدي نفسك كام في المية؟ 174 واحد لحد دلوقتي شافوا المسج. هي المسج ما بقاش مبعوتة بقالها كام ساعه يعني. 174 واحد ردوا على المسج. 80% من الناس اختاروا ان هم هياخدوا اقل من 60%. كم واحد قال ان هو هيجيب 60%؟ 74. كم واحد قال ان هو هيجيب 80، سوري، 40%؟ 31 واحد. كم واحد قال ان هو هيجيب 80؟ 30 واحد. المهم، نبدأ نحلل النسب دي. بص، كون ان اكتر من 80% يكونوا قايلين ان هم هيجيبوا اقل من 60%، ودوت يبقى في جروب عبد الرحمن ثانوية اسيستنت، يبقى كده الموضوع محتاج فيديو. ادي كده اول تحليل اهو. تاني تحليل: العدد اللي قال ان هم هيجيبوا 80 هو نفس العدد اللي قال ان هم هيجيبوا 40. لا، واضح كده ان التنسيق يبقى في صالحك. خلاص كده التحليل التاني. المهم نخش في موضوع جد بسرعة. نصايح للناس اللي قالوا، او 80% من الناس اللي قالوا ان هم هيجيبوا اقل من 60. شوية نصايح عشان نعلي ال60 دي شوية، hopefully ان هم يبقوا 90 مثلا ان شاء الله يعني. المهم، اول نصيحة، عارف ان هي نصايح كلاسيك جدا، ولكن الكلاسيكس ديت يعني هي اللي بتخلص. بسم الله الرحمن الرحيم: ركز على نقاط ضعفك. يعني ايه يا عبد الرحمن الكلام ده؟ نخش بقى في التفصيل شويه في كل نصيحه. اول حاجه اديك امثله عن نقاط الضعف. مثلا واحد بيطول وهو بيحل فيزياء. شوف، خد بالك انا قلت ايه. مش بيطول وهو بيحل، بيطول وهو بيحل فيزياء. بيطول وهو بيحل في الدرس ده جوه الكيمياء. الحاجات دي هي دي اللي بتفرق ما بين واحد جايب 90 وواحد جايب 60. هتلاقي لو سألت الواحد جايب 90: هو انت ايه اكتر درس مضايقك؟ مش هيقولك اكتر درس، هيقولك اكتر نوعية اسئلة بتضايقه. فاهمني؟ لكن اللي هو جايب 60 ده، فاهم ايه؟ والله بص، انا اخر بابين في الكيمياء كانوا مضايقني بقالهم حبه، فاهمني؟ فبالتالي دي اكتر حاجه عايزك تركز عليها. تركز بالتفصيل ايه نقاط ضعفك. حلو قوي. ليه؟ عشان تقوم عامل لها سبورت، تدعمها. واقسم بالله ما بهزر، هي دي فعلا الحاجه اللي بتفرق ما بين واحد هيخلص واحد مش هيخلص. حاجه تانية من اللي هي الحاجات اللي ممكن تبقى نقاط ضعف: مش بعرف اركز في شرح العربي. مثلا واحد بيضيع وقت كتير قوي قدام فيديوهات شرح العربي، او شوف تفصيل تاني. خد بقى، خد مشكلة تانية او نقطة ضعف تانية: لما بيصحى بدري ما بينتجش. انا كنت كده. عارف لما كنت بصحى مثلا الساعة 9 الصبح، انا اليوم ده كله ضاع مني خلاص. فاهمني انت؟ فكل الحاجات دي نقاط ضعف لازم انت تركز عليها. يعني مش بتكلم اللي هو دي نقاط ضعف بس، انت لازم تركز على دي شوية امثلة. بس انا عايزك تركز على نقاط الضعف بتاعتك انت. لازم تركز على نقاط الضعف بتاعتك انت، بحيث هي دي اللي هتفرق ما بينك ما بين واحد جايب 60 وواحد جايب 90. النصيحة التانية: حل اكتر بديهيات دي يا عبد الرحمن، وصحح لنفسك. دي مش بديهيات قوي. صحح لنفسك ديت بتعمل حاجتين: اول حاجه بتعلي الثقه في النفس، وما تستقلش من الثقه بالنفس. حلو قوي. الحاجه التانية، معلش بس اصل انا كاتب سكريبت وبتاع، مع ان دي مش عاداتي يعني، بس يلا بقى الواحد ايه دماغه تعبت. فيديو كل يوم بقى لحد ما تخش الامتحان بقى، انت فاهم. هتساعدك في النصيحه الاولانيه. ايه النصيحه الاولانيه اللي انت ايه؟ تبص او تكتشف نقاط ضعفك وايه وتعمل ستريس عليها. فبالتالي لما انت تصحح لنفسك، تبدا تستكشف اكتر. ده انا عندي مشكله في نوعيه الاسئله دي، ده انا عندي مشكله في نوعيه الاسئله دي وكذلك. فاهمني؟ النصيحة التالتة: اقتنع انك تقدر. عبد الرحمن ساعدني في الحتة دي. يعني انا عبد الرحمن يعني على قدي في الحتة دي، معلش ساعدني. حاضر يا باشا. اقتنع انك تقدر. ازاي؟ زي مثلا انت عايز تخترع مركبة فضائية. والله انا بجد انا بفكر كده في حياتي عموما. عايز تخترع مركبة فضائية. هتقوم عامل لنفسك جدول كده.
هو انت محتاج ايه عشان تخترع المركبة الفضائية دي؟ اول حاجة وقت، خلينا نخلي الوقت دوت نسميه تي مثلا. ماشي. ومحتاج قدرة. ماشي، مش واخد بالك ان انا قلت لك ايه؟ اقتنع انك تقدر. سيب بقى ان انت معاك قدرة، القدرة دي خليها مثلا ايه. خلي بقى الايه دي اللي هي القدرة تبقى ايكوال لا نهاية. ما تحطش اعتبار للقدرة دي، حط وقتك ومجهودك في الحاجات التانية. احنا قلنا تي يعني وقت، صح؟ حط مجهود في ان انت تخلي التي ده رقم كبير، 100 مثلا ولا حاجة. فاهمني؟ في عندك فاريبل تاني مثلا، فاريبل يعني اللي هو A و T والحاجات دي. زي مثلا خلينا نقول المصادر نسميها اكس. حاول تخلي الاكس ديت 50 مثلا. حط كل مجهودك في ان انت تخلي التي والاكس يبقوا عاليين قوي. وحته القدره دي خليها انفينيتي. ما تفكرش هو انا اقدر اعمل حاجه، انا اقدر. اركن بقى دي كده ونركز بقى ايه في الحاجات التانية هنقدر نشتغل عليها شويه. فاهم لك انت حته انت تقدر دي كده كده 100%. فاهمني؟ الحاجات التانية نشتغل عليها. فاهمني؟ وقت. لا، الحاجات العوامل الخارجيه، لكن الحاجات اللي جوه انت كده كده خلاص هتخلصها. حلو قوي. احنا قلنا 3 نصايح عاليين وحلوين. نرد بقى على السؤال بتاع انا ليه هجيب 60%. انت مبدئيا كده السؤال دوت هو اللي بقى فيلسوفيكال شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. انت ليه هتجيب 60%؟ عشان انت شايف نفسك كده. بجد يعني انا كنت بسأل السؤال دوت على فكره من منطلق ان انا عايز اعرف الناس متوقعها من نفسها ايه. تخيل 35 واحد متوقع ان هو يجيب 10%. ده اللي هو ازاي؟ لو كمان يكون بيتفرج على رحمة الله اسيستنت، فاهم؟ لدرجه ان هو بيدخل في الجروب كمان. وفي يعني 73 واحد قايلين ان هم هيجيبوا 60%. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ان العوامل النفسيه مأثره عليكم. الفتره دي صعبه جدا نفسيا. فبالتالي ده معناه ان العوامل النفسيه مأثره عليكم. خد بالك انا دخلت على الجروب. انا راكن الجروب سكه بقالي مثلا شهرين 3. راكن الجروب، لا مش قوي كده يعني. بقالي مثلا شهرين راكن الجروب. بعد كده دخلت. انا كده كده عامل حسابي ان انت في الفتره دي عمال يعني موت نفسك مذاكره. وانا عارف ان الفتره ديت صعبه جدا نفسيا. فكنت عايز ادخل. اول حاجه قلت جمله. قلت انا عارف ان كلكم بتعملوا كل اللي انتوا بتدوروا عليه. بس انا عايزك تعمل اكتر من اللي انت تقدر عليه. فاهمني؟ لان انا عارف ان انتوا دايسين على نفسكم. بعد كده كنت عايز اسال سؤال. كنت عايز اعرف هي الناس حاسه بايه نفسيا دلوقتي؟ متوقعين من نفسهم ايه بعد ما داقوا طعم العذاب؟ ما انا عارف، وانا يا ابني كنت ثانويه عامه امريكا. انا كنت معاكم يعني. داقوا طعم العذاب. فكنت عايز اعرف هي مأثره على نفسيتهم ازاي. من الاخر كده حب. انت ليه هتجيب 60%؟ عشان انت مقتنع بكده. لو ما اقتنعتش بكده ساعتها بس هتقدر توصل ان انت ما تجيبش 60%. فاهم حاجه؟ ما علينا. إيه رايكم في الفيديو ده يا رجاله؟ اعملوا لايك وسبسكرايب بقى. يلا، حد عايز حاجه؟ سلام.